لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بها بنور الفهم وتوضح عنا بها ما أشكل حتى يفهم إنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بها بنور الفهم وتوضح عنا بها ما أشكل حتى يفهم إنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد إخواني، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي في هذه الدقائق إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا اليوم الكريم، في هذا الشهر العظيم الذي هو شهر تصفية القلوب وتنويرها وتزكية النفوس، التي أخبر الله عز وجل عنه بقوله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. المقصد والغاية أن هذا الشهر هو شهر التقوى التي يزكي النفوس والقلوب. تكون كلمتي حول العناية بالقلب الذي هو الحقيقة الإنساني. وكما يقولون الإنسان عضوان اثنين: عقل وقلب. عقل مداره التفكير، اكتساب المعارف، العلوم وغير ذلك. القلب الذي هو محطة الوجدان ومحطة الإيمان، وهو القائد الذي يقود الإنسان في هذه الحياة. مهما كان العقل ذكيا، مهما كانت المعارف، إذا لم يكن القلب حيا انحرف صاحبه. أما إذا كان القلب حيا مفعما بالإيمان بالله عز وجل، لا شك أنه يقود صاحبه إلى بر الأمان بإذن الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه سيدنا النعمان بن بشير رضي الله عنه، وبين فيه صلى الله عليه وسلم أصناف ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان في الحياة من أمور الحلال ومن أمور الحرام، ثم الأمور الغامضة المتشابهة، ثم ختم القول بقوله: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن العناية بالقلب لا شك أنها أمر مهم للإنسان إذا أراد أن يسعد في حياته، أن يعتني بقلبه وأن يبعد عنه كل أنواع الفساد والشرور. فأذكر حوارا دار بين عالمين جليلين، وهما سيدي محمد بن أحمد بن عبد الكريم بن عطاء الله السكندري رحمة الله عليه، وشيخه أبو العباس المرسي. ذهب ابن عطاء الله إلى شيخه أبي العباس المرسي قبل أن يتتلمذ عليه، وزاره وجلس عنده، وكان يحمل هموما وأحزانا أثقلت صدره. فقال للأستاذ أبي العباس المرسي رضي الله عنهم أجمعين: يا أستاذ، إن بي هموم وأحزان أثقلتني. فقال له الرجل الكريم المربي: يا بني، المرء لا يخرج عن 4 حالات، وكل البشر هكذا. المرء لا يخرج عن 4 حالات: إما أن يكون في نعمة، وإما أن يكون في بلية، وإما أن يكون في طاعة، وإما أن يكون في معصية. لا خامس لهذه ال4. كل حركاتنا
من أقوال وأعمال ونيات لا تخرج عن هذه الأربعة، إما في حال نعمة، وإما في حال بلية، وإما في حال طاعة، وإما في حال معصية. ولله عز وجل عليك في كل حالة حق، يجب أن توفي الله حقه في تلك الحالة التي أنت فيها. ثم بدأ يبين، قال: إما إن كنت في حالة نعمة فحق الله عليك الشكر، وإن كنت في حال بلية فحق الله عليك الصبر، وإن كنت في حال طاعة فحق الله عليك شهود المنة، وإن كنت في حال معصية فحق الله عليك التوبة. إذن هذه الأربعة كلنا نتقلب فيها. إن كنت في نعمة فحق الله تبارك وتعالى عليك أن تشكره، ونعم الله لا نهاية لها، كما قال تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. منذ الإنسان وهو جنين في بطن أمه وهو يتقلب في نعم الله عز وجل حتى يفارق هذه الحياة، وأعظم النعم، بعض النعم هي أعظم من بعض، لك 7 أو 8 نعم هي أعظم النعم. أول نعمة نعمة الإيجاد، إن أوجدك الله عز وجل، كنت في عدم، ويمكن أن يتركك الله في العدم، لكن الله خير لك أن أوجدك لهذا الوجود بمنه وكرمه وفضله تبارك وتعالى، فأبرزك من لا شيء حتى صرت شيء، فيستحق منك سبحانه وتعالى الشكر. أوجدك وأنت نطفة، فعلقة، فمضغة، فعظما مكسوا لحما، ثم جنينا منفوخ فيه الروح، ثم تخرج إلى ميدان الحياة الفسيحة صبيا، وهكذا تتقلب في أطوار، ونعم الله متتالية عليك لا تفارقك لحظة واحدة، حتى صرت إنسان ذا عقل وذا تدبير وذا جسم طويل عريض، وأنت تتقلب في نعم الله عز وجل، وكلنا ذلك الإنسان. إذن حق الله عز وجل الشكر. ثم نعمة الإمداد، أن مدك بما به حياتك، من مأكل، من مشرب، من ملبس، من هواء تتنفسه، وهكذا أنت تتقلب في نعم بها يكون وجودك ويستمر حياتك إلى الأجل المحتوم. من النعم نعمة الإرشاد، أن أرشدك للإسلام، بعث إليك نبيا ورسولا، بعث رسلا وأنبياء عليهم الصلاة والسلام لإخراج البشرية من ظلمات الشرك والضلال إلى نور الهدى. ولدت فوجدت نفسك في بيئة إسلامية تؤمن بالله ورسوله وتتبع منهج الإسلام، والحمد لله، فهذه نعمة عظيمة. مليارات من البشر يعيشون على كوكب الأرض لم يصلهم مرشدا، وهم يعيشون في ضلال مبين، وكما قال في وصفهم تبارك وتعالى: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. رغم التقدم العلمي الدنيوي، رغم التقدم التكنولوجي، رغم كل هذه العلوم الحياتية التي يزخرون بها، ومع ذلك يعيشون في ضلال الجهل، لا إيمان بالله الذي يزعم أن الذي خلقه هو الطبيعة وغير ذلك. من عجب ما سمعت من القصص، يذكر طبيب جراح مشهور عالمي هندي، من أفضل الأطباء في الجراحة في العالم، ناقل حكايته
يذكر عنه أنه كان مارا يوما في بلاده في الهند في الطريق، وإذا به تمر أمامه بقرة، وإذا به يخر ساجدا إلى البقرة. إذن عندما تجد نفسك أن الله سبحانه وتعالى قد هداك إلى الطريق المستقيم وأرشدك أن تؤمنوا بالله، تقوم له 5 مرات راكعا ساجدا مسبحا له تبارك وتعالى، مؤديا بعض وظائفه التي أمرك بها قدر استطاعتك، فهذه نعمة من الله تبارك وتعالى عليك. لو شاء أن يتركك في ضلال مبين لتركك، لكن أراد بك رحمة منه تبارك وتعالى، فتستحق منك الشكر. نعمة التوفيق للطريق المستقيم. كثير من الناس لهم معرفة مؤمنون بالله تبارك وتعالى، يقرون بالله بالوحدانية سبحانه وتعالى والألوهية، ويعرفون الحلال والحرام، ويعرفون الحق والباطل، لكنهم منحرفون عن الطريق المستقيم. الذي يروج للمخدرات ويبيعها يعلم أنها حرام، الذي يتعاطى المخدرات والمسكرات والزنا وغيره من الآفات يعلمون أنها حرام، لأنها من الأمور الضرورية التي يعلمها كل شخص. لكن ما الذي ينقصه؟ ينقصه التوفيق من الله عز وجل. مال فتركه الله في هواه، وفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وبصره وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله؟ فتجد نفسك أنت والحمد لله أنك متجنبا لهذه الآفات، قائم بوظيفة عبادتك لله رب العالمين، موفق فيها، فهذه نعمة من الله عز وجل تحتاج منك الشكر، أن تشكره سبحانه وتعالى. نعمة المغفرة. نرتكب المخالفات وكلنا ذلك الإنسان الخطاء، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فنقع في المخالفات ولن ينجو منها أحد إلا من عصمه الله عز وجل من الأنبياء والمرسلين، كل له ذنب على حسب مكانته، لا ينجو أحد من الذنوب. لكن مع ذلك الله عز وجل وعدنا بالمغفرة لمن تاب، وكما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا كان الثلث الأخير من الليل نزل ربنا إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله، فيقول سبحانه: هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأقبل توبته، هل من سائل فأعطيه سؤله، حتى يطلع الفجر. رغم معاصينا مع ذلك يستقبلنا تبارك وتعالى بالمغفرة: هلموا إلي ليغفر لكم. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام في إحدى مناجاته لربه تبارك وتعالى قال: يا رب، إذا ناداك عبدك الطائع كيف تجيبه؟ قال: أقول لبيك يا عبدي. قال: وإذا ناداك عبدك العاصي؟ قال: أقول لبيك يا عبدي، لبيك يا عبدي، لبيك يا عبدي. رب رحيم كريم عطوف على عباده المؤمنين، يتحبب إليهم رغم أنهم يتنكرون إليه، يمدهم بإنعامه ويقابلونه بنكران وعصيان، ومع ذلك يامل أن يرجعوا إليه، لأنه هو الطبيب الذي يداوي قلوبنا سبحانه وتعالى وأجسامنا. إذن نعمة التوفيق تحتاج منا الشكر لله رب العالمين.
نعمة المغفرة، نعمة الستر. أعظم النعم نعمة الستر، أن سترك رغم ما في الإنسان من أوساخ باطنية، ومع ذلك الله عز وجل يسترها. افترض لو أن الله عز وجل رفع عنا حجاب ستره، هل يمكن أن أجالسكم وتجالسونني؟ مستحيل، إن كل واحد منا يرى الخبث في صاحبه حتى ينفر منه، لكن الله تبارك وتعالى الرحيم الكريم ستر القبيح منا وأظهر الجميل والمليح. تراني وأنت تعتقد مني والله الكمال، وأراك وأنا أعتقد وأحسن بك الظن أنك من الكمال، لكن كل واحد منا إذا نظر إلى باطنه يعلم أنه ليس فيه كمال، إنما الذي يظهر من الكمال هو ستر الله عز وجل علينا، ذلك الستر الجميل الذي وضعه على عباده في هذه الحياة الدنيا، إلا من هتك الستر على نفسه، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون، الذين نزعوا الحياء وتجاهروا بالمعاصي. ولذلك صلى الله عليه وسلم يرشدنا: حتى ولو وقعت فيما لا ينبغي فاستر نفسك، استتروا في هذه القدرات، يقول عليه الصلاة والسلام كما قال: كما أن الإنسان يستر نفسه عند قضاء حاجته البشرية، فهكذا عند في المخالفات والمعاصي حتى يستره الله عز وجل. ثم الستر الأكبر عندما يكون يوم العرض على الله عز وجل، ويجعل الله سبحانه وتعالى بينه وبين عبده حجاب لا يراه أحد ولا يسمعه، ويبدأ يقرره: عبدي فعلت في يوم كذا وكذا، ويبدأ يقرر كل واحد منا في مخالفاته حتى يظن العبد أنه هلك. اعتراف لا يستطيع الإنكار، إن كل شيء بدليل وبرهان، فيظن أنه قد هلك لا محالة، سائر إلى نار جهنم. فيناديه اللطيف الخبير سبحانه وتعالى: عبدي سترتك في الدنيا وأنا أسترك اليوم، فاذهب وادخل الجنة برحمتي. هذا الرب الكريم ألا يستحق منا أن نشكره؟ ينبغي أن نشكره حق شكره تبارك وتعالى. نعمة القبول الذي تأتيه ببضاعة مزجاة، كما قال إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام: جئنا ببضاعة مزجاة فأوفنا الكيل وتصدق علينا. هكذا كل واحد منا يأتي إلى ربه ببضاعة مزجاة لا تساوي شيئا. لا يظن أحدنا أنه إذا ركع ركعات أو سبح تسبيحات أو صام أياما أو تصدق بفتات أنه قدم شيئا كثير لربه يفتخر به. إلا كلا ولا، ليس لك ما تفتخر به إلا رجاء رحمة ربك. إنما أعمالنا ينبغي لا ننظر إليها، بل لو جاء أحدنا يفتش في أعماله لا يرى أنها صالحة لتدخله الجنة أبدا، إنها لا تساوي شيئا. لذلك الإمام علي كرم الله وجهه عندما سئل عن التقوى قال: ألا ترى حسناتك
ولا تنسى سيئاتك، ما تقدمه من حسنات لا تراها إنها لا تساوي شيئا، وما فعلت من سيئات لا تنساها، لا تظن أنها يغفل عنها، لا، فكن حاضر دائما تجديد التوبة منها، قبول النعمة. ثم أعظم نعمة هي نعمة أن يدخلك الله عز وجل برحمته الجنة. إن الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. إنما دخولها برحمة الله عز وجل، ثم درجاتها بحسب الأعمال. الشكر وهو الثناء لله عز وجل باللسان، دائما تذكر الله تبارك وتعالى، تعترف بفضله، بنعمته، بعطائه، برحمته، بستره، بلسانك، ملازمة لذكره تبارك وتعالى. شكر بقلبك، إقرار واعتقاد أن ما أنت فيه من جميع أعمالك، سواء ما يتعلق بأمور عبادتك أو ما يتعلق بأمور دنياك، إنما هي من الله عز وجل وليست منك. لا يظن الظان ربما إذا كان من الملازمين للصلاة أو الصيام أو المسجد أو غير ذلك أنه أفضل من غيره، لا. الآن لا يعرف من هو الأفضل، يعني الله سبحانه وتعالى قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكن من يجزم من نفسه أنه من المتقين؟ لا تدري، لا يدري أحدنا أهو منهم أم غير منهم، إنما نرجو من الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم، لكن لا تحتقر غيرك ولا تظن نفسك أنك أفضل من غيرك أبدا. إن قالوا لن يكون الإنسان مؤمنا إلا إذا اعتقد اعتقادا جازما أنه هو شر الخلق، هو شر الخلق. قصة: اثنان كل واحد منهما يسمى سامي، دخل إلى المدرسة يتعلم العلم. أحدهما وفقه الله عز وجل وأن واصل الدراسة وصار عالما من علماء الأمة، وأحدهما انقطع وزلت به القدم وسار إلى طريق الانحراف وصار من مدمنين الخمر. عافانا الله وإياكم المسلمين وحفظنا وإياكم من كل شرور. في يوم من الأيام إذا به يلتقي العالم سامي والرجل الآخر سامي وهو خارج من حانة في حالة السكر. العالم لم يعرف الشخص الآخر، إنه طال به الزمن واشتغل بأمور عبادته وعلمه ولم يبقى في ذاكرته، بينما الرجل السكران علم أن هذا الشيخ هو سامي زميله في الدراسة وقتما كان في المدرسة. فوقف ذلك السكران وقال له: أنت سامي وأنا سامي، ولكن لا ندري أينا السامي عند الله عز وجل، لا ندري أينا السامي عند الله عز وجل، لأن الخواتم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. قد تكون من الصالحين فتزل بك القدم، وقد تكون من الطالحين فتلحقك عناية الله فترفعك. الأمر مغيب. الفوز، الشكر
الشكر بالجوارح أن تصرف نعمة الله عز وجل فيما خلقت له. ما مدك الله عز وجل من نعم بصر، سمع، لسان، قلب، رجلان، يدان، أن تصرفها فيما خلقها الله عز وجل من أجلها. وهكذا سائر نعم الله عز وجل شكره بصرف تلك النعم من المقصد الذي أرادها الله عز وجل منه. وما باقي الوقت؟ نعم. إذن الشكر لله عز وجل نعمة، إن كان في نعمة فحق الله عز وجل أن نشكره تبارك وتعالى، ملازمة على الشكر. وكما قال سبحانه: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. كلما شكرت نعم الله زادك من فضله تبارك وتعالى. كثير من الناس يظن أن النعمة هي في المال وحده، وهذا خطأ. المال أو النقود أو ترى إنما هي جزء بسيط من النعم. كم من نعم على الإنسان يغفل عنها. يقول صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في صربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. أنت عندما تكون الصحة والحمد لله معافى من الأمراض، ليست فيك أمراض مزمنة وليست معافى في بدنك، عندك غداؤك وعشاؤك، أنت في أمان الحمد لله، لا تخاف على نفسك ولا على أهلك ولا على عرضك. إذن أنت من أغنى الأغنياء، من أغنى الأغنياء. غدا لا تدري هل تصل إليه أم لا تصل. ولماذا تشغل عقلك بما يكون في غد وفي رزق غدا؟ لذلك ورد في الحديث القدسي: عبدي لا تسألني رزق غد كما لا أسألك عمل غد. الله الآن لا يسألك تصلي غدوة ولا ما تصليش، تصوم غدوة ولا ما تصومش، لأنه ممكن تكون ولا ما تكونش. هكذا لا تسأل عن رزق غد، أنت اسأل عن رزق اليوم ما دام موفر والحمد لله. إذن لماذا تشغل مخك، تشغل وقتك؟ أنت في نعمة من الله عز وجل، بل نحن نملك ما يكفي للشهور، ومع ذلك يصيبنا القلق، خوف الفقر، خوف الفاقة، خوف السلع تكمل ما تجيش. إنما اطمأن بالله، أنت عبد وعدك بالرزق يتكفل لك بالرزق، عليك أن تشكره سبحانه وتعالى على الشيء الموجود عندك من نعمه التي لا تعد ولا تحصى. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الشاكرين، وأن يوفقنا لشكره، وأن يمدنا برحمته. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك بجودك وكرمك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، وادخلنا في زمرة عبادك الصالحين. ربنا اللهم لا تجعل حسناتنا حسنات من أبغضت، واجعل سيئاتنا سيئات من أحببت، فإن الإحسان لا ينفع مع البغض منك، وإن الإساءة لا تضر مع الحب منك. واجعلنا في صفوة عبادك الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.